أصحاب مشاريع كتير بيبيعوا كويس وفاكرين إنهم كده تمام، لكن في سؤال أخطر من البيع نفسه، الفلوس نفسها بتدخل إمتى؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملعب البيزنس. هنكمل مع بعض السلسلة اللي بدأناها، وده هيكون الجزء الثالث من السلسلة. هنغطي مع بعض أغلب الأخطاء المرتبطة بالهيكل المالي. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا. براند مكملات غذائية في مصر شغال أونلاين وجملة وبيحقق أرقام شكلها كويس جدا. صاحب المشروع شايف مبيعات كبيرة والاوردرات شغاله والسوق بيكبر، وبيقول بكل ثقه احنا بنعمل 2 مليون جنيه شهريا، وده رقم يخدع اي حد. تعالوا مع بعض نشوف الحقيقه على الورق كانت عامله ازاي. المبيعات كانت 2 مليون شهريا، هامش الربح كان 30%، يعني 600 ألف شهريا. المصاريف اللي كان بيصرفها 400 ألف شهريا. صافي الربح بعد المصاريف 200 ألف شهريا. على الورق زي ما احنا شايفين المشروع نجح جدا، لكن السؤال اللي لازم يتسأل، الفلوس دي بتدخل امتى اصلا؟ الإجابة بعد 90 يوم، وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية. في أول شهر المبيعات 2 مليون جنيه والتحصيل بتاعي صفر، والمصاريف 400 ألف، يعني أنا بخسر 400 ألف في أول شهر. طب تاني شهر ال 400 ألف هتتضرب في 2 هتبقى 800 ألف. طب تالت شهر ال 400 ألف هتتضرب في 3 هيبقى مليون و200 ألف. والمشكلة هنا إن أول تحصيل بيبدأ يدخل بعد الشهر الرابع. لكن في نقطة مهمة، هو مش واخد باله ان المصاريف شغاله، التشغيل شغال، والنمو مستمر. يعني كده الشركه بتكبر بس بتسحب كاش من نفسها، بتبيع النهارده وبتقبض بعد 90 يوم. هو في المفروض كل لما المبيعات بتزيد راس المال العامل بيزيد والسيوله بتزيد، يعني كل نجاح المفروض يتحول لتمويل اكبر. ودي الغلطه اللي كان بيقع فيها صاحب المشروع ده، ان هو مش واخد باله من الكاش فلو او السيوله بتاعته عامله ازاي. وده اسمه وهم الربحية. هو شايف ان الربح 200 ألف جنيه، لكن الحقيقة هو بيخسر مليون و200 ألف جنيه. هو ناجح على الورق بس في الواقع مضغوط. العملاء بتوعك بياخدوا البضاعة ويبيعوا براحتهم ويسددوا براحتهم بعد فترة كبيرة. يعني انت بتمول السوق بالكامل، مش بتبيع بس، انت بتمول دورة حياة المنتج. تعالوا نعمل مع بعض اختبار بسيط. لو المبيعات زادت 20% هتبقى 2 مليون و400، لكن انا عندي التحصيل بيتأخر اكتر ورأس المال المطلوب بيزيد، والنتيجة النجاح ده بيسرع الأزمة. طيب كان المفروض تعمل إيه؟ أول حاجة تقلل فترة التحصيل من 90 يوم ل 45 يوم، هتلاقي فجأة فجوة الكاش هتقل للنص. تاني حاجة يحاول يشتغل على الدفع المسبق عن طريق الدفع اونلاين. تالت حاجة يبطئ النمو غير الممول، مش كل زيادة مبيعات تعتبر صح. رابع حاجة يوازن بين الموردين، يحاول يمد فترات الدفع ويوازن بين السيوله. تعال نشوف لو التحصيل بقى 45 يوم بدل 90 والمصاريف ثابته، الفجوه اللي عندي اللي كانت مليون و200 هتقل ل 600 ألف بتعديل بسيط. بس شايفين بتعديل بسيط البيزنس بدأ يدور تاني ازاي؟ الربح مش هو الحقيقة، الحقيقة هي الكاش. مش مهم انت بتكسب كام، المهم الفلوس هتدخل امتى. صاحب المشروع كان فاكر انه بيكبر المشروع، لكن للأسف هو كان بيكبر فجوة السيولة لحد ما تبلعه. الغلطة السادسة معانا الاعتماد على الأمل، الفكرة اللي بتدمر مشاريع كتير. الدنيا هتتحسن والتحصيل هيتظبط، وان شاء الله الشهر الجاي الكاش هيدخل. بس للأسف مفيش رقم واحد بيدعم الكلام ده. نفس المشروع معانا من الحالة اللي فاتت، المبيعات 2 مليون والهامش 600 ألف والمصاريف 400، صافي الربح اللي على الورق نظريا 200 ألف، لكن هو بيستنزف كاش فلو أو سيولة كل شهر. الشهر الأولاني 400 ألف، الشهر الثاني اتضربت في 2 ب 800 ألف، الشهر الثالث اتضربت في 3 بمليون و200 ألف. هو شايف الأزمة وهي واضحة زي الشمس قدام عينيه، بس قرر يعمل حاجة أخطر. طب القرار إيه؟ نستنى في السوق زي ما احنا. طيب ليه؟ الفلوس جاية والشغل شغال وده طبيعي في السوق. نفس المنطق بتاع الغلطة الخامسة بس مضاف عليه شوية أمل، وبعد رابع شهر بدأ فعلا يدخل تحصيل. لكن في نقطة هنا مهمة، التشغيل لسه مستمر والبيع مستمر والفجوة لسه موجودة، يعني الكاش لسه سلبي زي ما هو. وبعد 5 شهر ضغط الموردين بدأ يظهر والالتزامات بدأت تتراكم، وبعد سادس شهر المشروع دخل في دايرة الخطر.
المشكلة هنا إن هو خلط بين مشكلة مؤقتة ومشكلة هيكلية. هو فاكر إن دي فترة وهتعدي، لكن الحقيقة الكاش فلو نفسه أو السيولة غلط. يعني المشكلة مش في الوقت، المشكلة في النظام نفسه. والنتيجة إيه؟ بيجري علشان يعوض بس بيغرق أسرع. تاني حاجة تجاهل تكلفة الانتظار. كل شهر بيعدي عليه ب 400 ألف مصاريف ثابتة، 250 ألف تسويق و150 تشغيل. يعني الفلوس بتتحرق حتى لو لسه ما دخلتش. تالت حاجة وهم التعويض. هو فاكر أول ما التحصيل يدخل كل حاجة هتتحل. تعالوا مع بعض نحسبها بالمنطق. فجوة الكاش 1,200,000 والربح الشهري 200,000، يعني هو محتاج 6 شهور علشان يغطي الفجوة بس. يعني حتى لو كل حاجة مشيت صح المشكلة كبيرة جدا. هو مش بس مستني، هو بيكبر وبيبيع اكتر وبيضخ تسويق وبيزود تشغيل. يعني بيوسع الفجوه وهو فاكر انه بيحلها. تعالوا نشوف مع بعض باختبار بسيط. لو وقف بعد 3 شهور يعني خسر 1,200,000. باختبار بسيط لو وقف بعد 3 شهور هيخسر 1,200,000. لو كمل 3 شهور كمان بنفس التفكير الفجوه هتزيد والضغط هيعلى. الفرق هنا قرار التأجيل، يعني تضخيم الأزمة. طب احنا عرفنا الغلط، طب هو كان المفروض يعمل ايه؟ أول وأهم حاجة كان لازم يعترف بالمشكلة من بدري. دي مش أزمة مؤقتة، دي أزمة نظام. 2 يقلل الفجوة فورا، يقلل تسويق ويقلل تشغيل. 3 يغير نموذج التحصيل من 90 يوم ل 45 يوم. 4 يوقف النمو الغير ممول، مش كل بيع مفيد. لو قلل الفجوة للنص يعني وقف الخسارة بدري، بدل ما تبقى 1,200,000 هتبقى 600,000. الأمل مش بس استراتيجية، الأمل بيخليك تأجل القرار الصح. في البيزنس الأرقام بتقول الحقيقة، ولو تجاهلتها هتدفع الثمن مضاعف. هو كان فاكر إن الوقت هيحل المشكلة، بس للأسف الوقت كان بيكبرها. سابع غلطة معانا تجاهل التكاليف الثابته. الفكره اللي بتخدع اصحاب المشاريع، احنا بنبيع ب 2 مليون شهريا يبقى اكيد بنغطي كل حاجه حتى لو التكاليف عاليه عادي. المشكله ان التكاليف الثابته مش بتتحسب على احساسك، بتتحسب على الارقام. تعالوا نكمل مع بعض على نفس المشروع من الغلطه الخامسه والسادسه. المبيعات 2 مليون والهامش 30%، يعني 600,000. المصاريف الثابته 400,000. صافي الربح 200,000. الصورة هنا شكلها مريح، لكن في تفصيلة صغيرة هي أكتر حاجة في المعادلة. التكاليف الثابتة أو المصاريف الثابتة، التسويق 250,000 والتشغيل 150,000، يعني 400,000. وال400,000 دول بيدفعوا كل شهر سواء كسبت أو خسرت. يعني أنت محتاج تبيع بس ب2 مليون جنيه علشان تغطي بس مصاريفك، مش عشان تكسب. تعالوا نبسطها مع بعض. أولا التكاليف الثابتة بتخلق ضغط دائم حتى لو التحصيل متأخر والكاش مش داخل والسوق ضعيف. فأنت لازم تدفع 400,000 جنيه، يعني كل شهر بيبدأ أنت خسران ال400,000 بالفعل. تاني حاجة وهي وهم الإيراد. هو شايف 2 مليون مبيعات، لكن في نقطة مهمة هنا، هو ما حسبش هو محتاج يبيع بكام علشان يغطي مصاريفه الثابته بس. الفرق بين بيزنس كبير وبيزنس مربح هي نقطه التعادل الحقيقيه. تعالوا نحسبها مع بعض. نقطه التعادل، المصاريف 400,000 والهامش 30%، يعني هو محتاج يبيع بمليون 333,000 تقريبا علشان يغطي مصاريفه بس. يعني اول ما يوصل للرقم ده هو لسه ما عملش ربح، دي مجرد تغطية للتكاليف الثابتة. واحنا اصلا لو نفتكر معانا مشكلة مع الكاش فلو وهي التحصيل بعد 90 يوم. يعني المصاريف بتدفع وقتي والايراد بيتاخر، والنتيجه الضغط بيتضاعف، سواء بقى ضغط تكلفه ضغط سيوله. ودي اخطر كومباينيشن او تجميعه في البيزنس. تعالوا نعمل مع بعض اختبار بسيط. لو المبيعات نزلت 10% بس هتبقى 1,800,000، الهامش هيبقى 540، والمصاريف ثابته ب 400,000. صافي الربح 140,000.
على الورق لسه بيكسب، لكن مع فجوة الكاش المشروع بيتخنق. طيب بعد ما عرفنا الغلط، طب ايه الصح اللي كان المفروض يعمله؟ اول حاجة يعيد هيكلة التكاليف، يعني يقلل ميزانية التسويق وضغط التشغيل، مش كل تكلفة ثابتة لازم تفضل ثابتة. تاني حاجة يربط المصاريف بالايراد، يعني يصرف حسب العائد اللي بيدخل له. تالت حاجة يحاول انه يزود الهامش، يعني يعمل رفع اسعار تدريجي او يعمل تحسين ميكس من المنتجات اللي عنده. رابع حاجة يقلل نقطة التعادل، كل ما الرقم ده يقل كل ما المشروع يبقى مربح وآمن. تعالوا نشوف مع بعض سيناريو أفضل لو عمل الحاجات اللي احنا نصحناه بيها دي. لو خفض المصاريف الثابتة من 400,000 ل 300,000، نقطة التعادل هتبقى كام؟ هنقسمها على الهامش 30%. نقطة التعادل هتبقى مليون، هو محتاج يبيع بمليون علشان يوصل لنقطة التعادل ويغطي المصاريف اللي هي 300,000. التكاليف الثابتة مش ثابتة في تأثيرها، كل لما هتعلى كل لما المخاطر هتعلى. مشكلتك مش إنك بتبيع قليل، مشكلتك إنك محتاج تبيع كتير قوي علشان تحاول تعيش. بس هو كان فاكر إن الرقم الكبير أمان، بس الرقم الكبير كان بيخبي ضغط أكبر. لحد هنا كل الأخطاء كانت ممكن تتصلح، لكن اللي جاي مفيش منه رجوع بسهولة. وهنا نوصل لسؤال مهم. لو عندك بيزنس وانت شايف المبيعات بتدخل كتير والدنيا ماشيه كويس الحمد لله، هل هتتابع ارقامك فعلا وتسجلها وتشوف قوائمك الماليه عامله ازاي، ولا هتسيبها ماشيه بالبركه؟ وده هيكون موضوع حلقتنا الجايه. اشوفكم في حلقه جديده. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.